عمرك في حياتك قابلت شخص حسيت انه كلامه مش منطقي؟ حسيت انه بيحاول يوصل لك فكره، بس الفكره دي انت حاسس انها غلط لكن ما تعرفش ليه حاسس الاحساس ده؟ خليني اقول لك ان احساسك في اغلب الاحيان صح. ممكن احنا او ناس كتير حوالينا نقع في فخ منطقي خلال الحوار، وانا في فيديو النهارده هقول لك ازاي ما تقعش في الفخ ده، سواء كنت انت اللي عملته او شخص تاني عمله فيك. وده هيكون عن طريق اننا نفهم حاجه اسمها المغالطه المنطقيه. المغالطة المنطقية هي خطأ في طريقة التفكير أو الاستدلال، وده بيخلي الحجة شكلها منطقي ومقنع لكنها في الحقيقة هي غلط. طب ده يعني إيه؟ يعني واحد بيستعمل منطق مزيف أو ناقص علشان يوصلنا لنتيجة مش بالضرورة صح. ليه المغالطات المنطقية خطيرة؟ هي خطيرة لأنها بتضحك على العقل، بتأثر على قراراتنا، وبتستخدم كتير في الإعلام، السياسة، الإعلانات والنقاشات اليومية، وغالبا بتخاطب المشاعر مش العقل. التركيب الأساسي لأي حجة: أي كلام منطقي سليم بيتكون من مقدمات أو أسباب واستنتاج أو نتيجة. تعال أوضح لك الموضوع ده أكتر عن طريق إن أنا أبني حجة قدامك دلوقتي. مثال بسيط يعني، هقول لك مثلا المقدمة رقم 1: كل البشر بيعطشوا، ولما بيعطشوا بيشربوا. مقدمة رقم 2: أنا وأنت بشر، إذن الاستنتاج أنا وأنت كمان بنعطش، ولما بنعطش بنشرب. المغالطة بقى بتحصل لما المقدمات تكون غلط، أو الربط بين المقدمات وبين النتيجة يكون غلط، أو إنه يتم تجاهل معلومات مهمة. تعالوا نوضح ده بمثال بسيط جدا. اقول لك مثلا فلان غني يبقى اكيد ذكي. دي مغالطة. طب ليه؟ لان الغنى لا يعني الذكاء. مفيش علاقة منطقية حتمية بينهم، الغنى حاجة والذكاء حاجة تانية خالص. يعني زي ما قلنا شكلها منطق بس هي مش منطق. تعالوا بقى ندخل في صلب الموضوع على طول، ونتكلم عن بعض من اشهر المغالطات المنطقية اللي عرفتها البشرية. وتأكد ان كل ما نغوص اكتر كل ما هتفهم الشخص اللي انت بتحاوره اكتر. أول مغالطة هنتكلم عليها النهاردة هي مغالطة الشخصنة أو ad hominem fallacy. معناها مهاجمة الشخص بدل من مناقشة الفكرة أو الحجة. يعني بدل ما أرد على كلامك أهاجمك أنت، أهاجم شكلك، ماضيك، شخصيتك، أو حتى وضعك الاجتماعي. يعني أسيب الفكرة نفسها وأهاجمك أنت. ليه دي مغالطة؟ لأن صحة الفكرة عمرها ما كانت بتعتمد على صاحبها. ممكن شخص سيء يقول كلام صح، وممكن شخص محترم يقول كلام غلط. الهجوم على الشخص عمره ما كان بيثبت إن الفكرة غلط. واحد مثلا بيقول لواحد تاني ازاي نسمع رأيك في الاقتصاد وانت اصلا فقير. ليه المثال ده عبارة عن مغالطة منطقية؟ لان الرد ما ناقشش فكرة الاقتصاد، بل ركز على وضع الشخص المادي، وكأن الفقر بيساوي عدم الفهم. وده ربط غلط منطقيا، لان حتى لو الشخص فقير ممكن كلامه يكون صح، مبني على معرفة، او انه يكون عنده تجربة حقيقية. تاني مغالطة هنتكلم عليها هي مغالطة تشتيت الانتباه او red hearing fallacy. معناها تشتيت الانتباه عن الموضوع الأساسي بإدخال موضوع جانبي ملوش علاقة بالقضية الأصلية. يعني لما حد يتزنق في النقاش بدل ما يرد على السؤال يغير الموضوع. ليه اسمها ريد هيرنج؟ الاسم ده جاي من سمك الرنجة الحمراء اللي ريحته قوية جدا، واللي كان بيستخدم زمان لتضليل كلاب الصيد فيبعدهم عن الأثر الحقيقي. بالظبط كده زي النقاش، ريحته قوية تشد الانتباه وتنسيك أصل المشكلة. مثال على مغالطة الريد هيرنج أو تشتيت الانتباه: تخيل معايا كده ان واحد دخل محل حابب يشتري حاجه وبالفعل لقاها، لكن لقى سعرها غالي جدا، فراح قايل لصاحب المحل ليه المنتج ده غالي جدا. يروح صاحب المحل قايل له بص المهم اننا شركه وطنيه وبنوفر فرص عمل. هو كده رد مغالطه تشتيت الانتباه، لانه ما جاوبش على السعر بل شتت الانتباه لموضوع تاني. تالت مغالطه معانا النهارده هي مغالطه التعميم المتسرع او الهاستي جنراليزيشن فالسي. معناها انك تطلع بحكم عام وكبير اعتمادا على امثله قليله او تجربه محدوده. يعني تشوف حاله او حالتين وتقوم قايل خلاص كل الناس كده. ليه دي مغالطة؟ لأن مثال أو اتنين مش كفاية لإثبات قاعدة، ممكن يكونوا حالات شاذة. المنطق السليم محتاج عدد كافي، تنوع وسياق. مثال على مغالطة التعميم المتسرع: افترض معايا كده إنك قابلت دكتور وحش، قمت قايل يبقى كل الدكاترة وحشين. دي مغالطة. طب ليه؟ لأن واحد عمره ما كان بيساوي الكل. رابع مغالطة معانا هي مغالطة وأنت أيضا توك واكوي فالسي. المغالطة دي نوع من أنواع الشخصنة، واللي فيها الشخص ما بيردش على النقد بل بيقلبه على اللي قدمه. الفكرة الأساسية إنه بدل ما أجاوب على الاتهام عن طريق إن أنفيه أو أقدم دليل، أروح قايل أنت بتعمل نفس الحاجة، اللي هو حتى لو صح ده ما يثبتش أو ينفي إن غلطان أو صح. مثال على مغالطة وأنت أيضا: تخيل معايا كده إن في اتنين بيتناقشوا، واحد بيقول لصاحبه أنت ليه بتدخن؟ التدخين مضر. يقوم صاحبه ردت عليه وقايل له طب ما أنت كمان بتدخن. دي مغالطة. طب ليه؟ لأن الضرر موجود سواء كان الناقد مدخن أو لأ. سلوك الناقد عمره ما كان بيغير حقيقة الفكرة. خامس واخر مغالطه هنتكلم عنها النهارده هي مغالطه المنحدر الزلق او سليبري سلوب فالسي.
معناها هي محاولة إقناع الناس إن خطوة صغيرة أو قرار بسيط هيقود حتما إلى سلسلة من الأحداث السيئة أو الكارثية، وده كله بدون تقديم دليل قوي على التسلسل ده. يعني بتخوف الناس بمستقبل بعيد ومتطرف علشان يرفضوا الفكرة أو القرار الحالي. ليه دي بقى مغالطة؟ لأن مجرد احتمال عمر ما كان بيساوي الحتمية، ولأن منطقها مبني على خوف وافتراضات مش أدلة واقعية. وغالبا المغالطة دي بتستخدم في السياسة، في القانون، في التربية، وفي الإعلانات. مثال على مغالطة المنحدر الزلق: تخيل معايا كده واحد بيقول احنا لو سمحنا بالحرية المطلقة على الانترنت قريب الناس كلها هتفقد أخلاقها وبعدين المجتمع كله هينهار. دي مغالطة. طب ليه؟ لأن الحرية عمرها ما كانت بتساوي انهيار المجتمع، هنا المخاطرة مبالغ فيها لتخويف الناس. وبس كده، احنا كده اتكلمنا عن 5 من أكتر المغالطات المنطقية شهرة. لو حبيتوا الموضوع ده وعايزين جزء تاني قولوا ده في الكومنتس، وما تنسوش تشتركوا علشان لو عملنا جزء تاني يوصلكوا إشعار أو نوتيفيكيشن بيه. لسه في مغالطات كتير قوية وشائعة وبتستخدم كتير، وأنا عايز أعرفها لكم، فساعدوني أعمل ده. خوارزميات اليوتيوب بتقول إن الفيديو ده ممكن يعجبك، ليه ما تدلوش فرصة؟